علي لينجوين، انا شبه لينجوين، عندي 21 سنة. مش هقول لك بقى بلوجر طلب منه 30,000 ولا 50,000، ولا هقول لك بقى ان المشروع بتاعه مهدد ان هو يتقفل والناس تساعده، لان الشاب ده شاطر جدا. والبايك او العربية دي اسمها سكر، والغريب بقى ان الشاب دوت ضحكته زي السكر. والشاب الجميل دوت اسمه علي، عنده 21 سنة ومشهور باسم لينجويني. هي كل القصة وحلم حياته ان هو يفتح لوكال براند صغير كده على قده، عشان بيقدم منتج عالي جدا، وهو اصلا بيعمل الحاجات دي بكل حب. فانا نفسي بقى تروح تشتري من عنده عشان تدعمه ويقدر يكبر من المشروع بتاعه. ولو ما قدرتش تروح، كفايه ان انت تكتب له كلمه حلوه في الكومنتات وتشير الفيديو. واللي كنت مستغرب له جدا، الزيت بيلمع يا جدعان، والشاب فعلا شغال بخامات جميله جدا وشغال بمنتهى النظافه، مع اني كنت رايح اصلا على غفله. الشاب ده بقى بيعمل الحاجة كما يجب أن تكون. وحابب أقول لكم بقى إن الأسعار عبيطة، ب10 جنيه. يعني السينابون ديت ب10 جنيه بالخامات اللي فيها، والدوناتس المحشية شوكولاتة ب10 جنيه، وكمان الوافل ب10 جنيه. انا اللي مستغربه بس ان يعني مش عارف يعني جينا والله يا جدعان، هشه فلافي فلافي منافس عادي. بصراحه ممتازه، والعجينه فهي ما شاء الله عليها. بص بقى الدوناتس محشيه من جوه، بسم الله. بصوا هي لسه سخنه وطالعه، فطعمها جامد قوي. ايه رايك؟ جميله. لينجوين وبايك سكر واقفين في امبابة في شارع الوحدة قدام فرع سموزي الجديد وجوار صيدلية ألفا. وأنا إسلام صبري، وما تنساش المتابعة.